سلام، نتمنى البنات تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نتقاسم معكم لي شوسون اللي درتهم هكا العشيه بالسبانخ ساهلين ماهلين. كان عندي هنا 400 غرام في واحد الخنيشه د السبانخ، غسلتها مزيان قطرتها وقطعتها هكا غير غليظ، يعني راه رطبه، هي السبانخ رطبه. واحد البصيله هكا اللي درتها جوانح، انا هكا بغيتها جوانح. في مقله درت فيها شويه زيت زيتون وبديت كنشحر ديك البصيله، شحرها حتى هكا دبلت ولات ذهبيه. حطيتها في جنب. في نفس المقله ضفت واحد قليل من زيت زيتون وبديت كنحط فيها ديك السبانخ حتى تدبل مزيان. غطيتها باش يرجع عليها داك الفار ديالها وتدبل على خاطرها حتى نشفت من الماء ديالها. وزدت درتها في الشبكه تزيد تتقطر صافي، وحيدتها في واحد الطبسيم. زدت انا عاونتها باش قطرتها، ضفت عليها هذيك البصله وبديت كنضيف عليها باقي التوابل. قليل من الملحه، راكم عارفين راه السبانخ مالحه، دائما الواحد يحضي هذا اللقطه. البزار، واحد شويه البزار، واحد شويه نتاع النيوره المهروسه، هذا الشيء اللي ما كثرتش فيها. وواحد البيضه هكذا باش غادي تجمع في الاخر في الشوسون. وضفت عليها الجبنه فيتا، كانت عندي هنايا جبنه فيتا، هي هذيك اللي وخلطت كل شيء، كتجي فيها محمضه لذيذه. انا كتعجبني هذه اللقطه هذه تاع السبانخ، كتجي لذيذه. هنا في واحد الزلافه غادي نحضر العجينه. درت كاس حليب، 2 معالق كبار زيت زيتون، واحد الطريف نتاع الزبده. هاد العجينه كتجي طريه في اي حاجه. قليل من الملحه، واحد شويه نتاع البزار باش نسم ديك العجينه، واحد شويه نتاع الخميره الخبز، واحد شويه كذلك غير هكا نص معلقه صغيره تاع خميره الحلوه. وضفت عليها واحد شويه تاع تومه بودره، كتعطيها واحد البنه رائعه. صافي هكا خلطتها باليد. واحد البيضه، ما نسالكمش هاد البيضه هذه، خلطتها هكا باليد صافي. وبديت نضيف عليها الطحين، خليتها هكذاك يعني الطرايف الزبده باقيين فيها. بديت كنضيف الطحين هكذا على حسب ما تجمع، تجي رطبه شويه حتى جمعتها هكا. راه ما نبغيش نطول عليكم الاخر. صافي وبديت كنطلقها، خليتها ارتاحت واحد شويه، بديت كنطلقها، درت لها واحد 2 تنيات هكا على 3 صافي. وبديت كنطلق فيها وطبعتها بهذا المرشم باش غادي نعمرهم في هذا القالب هذا. ما فيا ما يبقى يدير ديك الشوكه على الجنابات هكا، هذا ساهل في الساعه كيعاونني. صافي كنربزها هكا بيديا ونخرج هذوك الشوصيات حتى كملت كاع داك. دار لي تبارك الله صني 400 غرام نتاع هذا السبانخ، دارت لي الصنيوه عامره. هنا في واحد السلافه درت واحد البيضه، ضفت عليها شويه الحليب، خلطتها باش غادي ندهن هذوك لي شوسون، ندهنهم يعطيهم شويه اللون صافي. والفران كان عندي سخون على 180 درجه، دخلتهم ما كيتعطلوش بزاف حتى كيوليو ذهبيين، كيجيو خفاف لذات. نتمنى تجربوهم. انا هاد العجينه عندي معتمده في جميع. والسلام.